يلا ننط، هنحكي حكاية ونحفظ آية ونضحك ضحكة هب هب. هنحكي حكاية ونحفظ آية ونضحك ضحكة هب هب. يلا بسرعة تعالوا معانا نسمع ميرو هتقول ايه. يلا بسرعة تعالوا معانا نسمع ميرو هتقول ايه. مساء الخير اصحابي الصغيرين في كل مكان، اهلا بيكم في برنامج قصايص ميرو يذاع حصريا على قناه صوت الامل الدوليه. معاكم مرسى، هتشوفوني كل خميس الساعه 7 بتوقيت مصر. اصحابي الصغيرين يلا بينا نسمع حدوته جديده وقصه جميله من الكتاب المقدس ونشوف هنتعلم ايه النهارده. يلا بينا. بس قبل ما نقدم حلقتنا يا ولاد، تعالوا نرحب باصحابنا ضيوف حلقتنا، الطفلة الجميلة أيتن عاطف وأخوها الجميل بشوي عاطف من الغردقة. نحب نقول لهم أهلا بيكم، منورين حلقتنا أصحابي صغيرين. وبنرحب كمان بمامتهم المرنمة ريم. يلا بينا نسمع الحلقة. لبلبة، أنا خلصت واجب الدرس قبلك وكتبت وحليت الواجب كله. لسه قاعد 10 أيام والمدارس تبدأ. خلصت الواجب ولا لأ؟ بقول لك إيه يا لبلبة، ما تيجي بعد ما تخلصي الواجب نلعب شوية أهو قبل المدارس ما تبدأ. بعديها مش هنعرف نلعب، هيبقى من المدرسة للواجب للدرس للنوم. إيه رأيك يا لبلبة؟ خلصت الواجب ونلعب ولا لأ؟ أنا كمان خلصت يا بندق، خلصت الواجب كله وحليته. أول حصة النهاردة كان سهل خالص خالص. أنا موافقة، يلا نلعب. بس هنلعب إيه؟ أنا مش عارفة حاجة معينة. تيجي نلعب كوتشينة ولا نلعب دومنة؟ إيه رأيك يا بندق؟ تلعب إيه؟ أنا خلصت الدرس وفرحانة وعايزة ألعب وأتنطط. عندك حق، كلها 10 أيام والمدارس تبدأ ونقول يا مذاكرة ويا مدرسة ونام بدري مش عارفة إيه. يلا هتلعب إيه؟ فكر كده نلعب إيه؟ أنا لسه شايف المصارعة الحرة في التلفزيون والملاكمة، ألعاب جميلة. كوتشينة إيه بس يا لبلبة، ولا دومنة إيه؟ دي بتاعت العيال الصغيرة، إحنا كبار. إيه رأيك نيجي نلعب لعبة زي اللي في المصارعة دي أو الملاكمة؟ يعني أنا أضربك وأنت تضربيني ونشوف مين اللي هيثبت التاني. إيه رأيك؟ وما تخافيش أنا هضرب بشويش. ايه يلا نبدأ. يلا نلعب وما تخافيش. دب مش انا هضربك، انت اللي هتضربيني. انا اللي هضربك. بوم. ايه ده يا لبلبة؟ احنا مش قلنا نلعب كويس مع بعض؟ عملت ايه يا بندق؟ لعبتوا ازاي؟ اكيد كنتوا بتضربوا ببعض. طيب ما تخافيش خلاص، هو خلص اهو. بس مش قلنا كذا مره ان احنا نلعب لعب غير كده؟ لازم خناق يعني يا لبلبة؟ وانت يا عم بندق، انا كم مره اقول لك العب كويس؟ لازم نشوف حاجات اكيد لعبت مصارعه زي ما كل مره، اكيد لعبت مصارعه زي كل مره، عشان انا عارفه ان انت دايما تتفرج على المصارعه وفي الاخر ايه تيجي تطبقه في صاحبتك. ينفع كده؟ ينفع الدم ده؟ ينفع المنظر ده؟ أنا ماليش دعوة، هو اللي قال لي هنلعب المصارعة والملاكمة وقعد يضرب فيا وفي الآخر جاب ضربة في مناخيري. يا خبر أبيض، أنا عمالة أنزف. لا هو أكيد لسه الدم ما خلص. أنا هموت يا ميرو. أصل أنا سمعت النهاردة في الكنيسة عن نزيفة الدم وأنا أكيد هيحصل لي حاجة. هي كانت تعبانة أوي. أنا النهاردة هنزف زيها لغاية ما أموت. يا خبر أبيض. لا يا لبلبة متكبرش الموضوع، مش للدرجه دي يعني. خلاص اهو الناس هي كانت حبه صغنونه، مش لازم تقفري. هتبقي كويسه، ما تخافيش، مش هتموتي يا لبلبة. بس انا مبسوطه ان انت سمعتي قصه حلوه، نازفه الدم، قصه جميله. طب بقول لك ايه، ما تيجي نسمعها ونسمعها الاستاذ بندق ده؟ ايه رايك تيجي؟ يلا نسمعها ونشوف القصه دي بتحكي عن ايه. انا اسف يا ميرو، بامانه انا كنت بلعب مصارعه او ملاكمه وبديها بالرجل، جت في مناخيرها. انا ما اعرفش جت ازاي في مناخيرها، هي اللي ميلت مش انا. خلاص انا عارف ان انا غلطان والكلام اللي انا بقوله ده مش صح. عموما انا عايز اسمع القصه، انا ما حضرتش القصه.
غالبا انا كنت بره لما حكوا القصه بتاع نزفه الدم، عشان انا رحت مدرسه لحد بس ما سمعتش القصه. ممكن اسمعها معاكم يا ميرو واشوف ايه حكايه نزفه الدم دي وحصل لها ايه. خديني معاك يا ميرو، خديني معاك، سمعوني القصه. وانا اسف يا لبلبه، مش هضربك كتير. انا جاي احكي لكم حكايتي. انا ست بسيطة كنت عايشة في حالي، ولكن كان عندي مرض صعب. كنت بنزف دايما، النزيف وقتها كان حاجة بالنسبة للناس نجسة. هو أنا مش بنزف يوم ولا 2 ولا شهر ولا سنة، أنا قعدت 12 سنة بنزف. صرفت كل فلوسي عند الأطباء، كلهم يقولوا مفيش حل تاني نقدر نعمله لك. كانت الناس كلها بتخاف تلمسني، وانا ما ينفعش المس حد، لان في نظر الناس انا نجسة، لان النزيف ده حاجة كانت في نظرهم مش كويسة. وفي يوم من الايام بعد ما خلاص فقدت كل حاجة، النزيف من كتر النزيف كان خلاص كنت حاسة اني بموت وما كنتش عارفة اعمل ايه. وفي يوم من الايام انا النكرة اللي قاعدة جنب الحيط وخايفة اظهر للناس، خايفة المس الناس او الناس تلمسني، لقيت رب المجد يسوع المسيح ماشي وسط جمهور كبير، وسط الجموع ووسط الناس. وبعدين بسأل واحد معدي بقول له هو ايه الزيطة اللي هناك دي، في ايه؟ قالوا ده رب يسوع ماشي وسط الجموع وعمال يعمل معجزات كتير. العمي بيبصروا والعرج بيمشوا والأبرص بيصحى وحاجات كتير قوي بيعملها وسط الناس. فقلت له طب انا ينفع اروح اخليه يشفيه؟ قال لي لا انتي نازفه، ما ينفعش ان انتي تلمسيه، اوعي تلمسيه. قعدت وانا خايفه، وبعد ما مشي فكرت قلت طيب انا مش هلمسه هو ومش هخليه يشوفني، بس انا لو لمست حتى ديل الجلابيه هد بتوبه، يعني اخر حته في الجلابيه، انا واثقه اني هصحى، لان انا ما بقتش عارفه اعمل ايه. انا فلوسي كلها خلصت على الدكاتره والاطباء ولسه ما صحيتش، ما بقاش فيا دم، ما بقاش عندي فلوس، ما بقاش ليا عين اشوف الناس كلها بقيت بتحتقرني، انا ماليش اي مكانه وسط الناس. طب انا ماليش ذنب في مرضي، انا اعمل ايه؟ وفعلا فضلت اتسحب، ولما كنت دايخه وكنت تعبانه وقعت، ومع الزحمه ما كنتش عارفه اوصل للرب يسوع، فضلت اسحف وسط رجول الناس واحاول ان انا ادخل لغايه ما لمست طرف توبه. واول ما لمست طرف توبه حسيت ان النزيف وقف، وحسيت ان عندي قوه وطاقه غريبه وان انا بقيت كويسه. انا لسه بقوم كده وفرحانه، ولقيت الرب يسوع وقف وسط تلاميذه وسط الناس الكتير قوي. مين لمسني؟ لان في قوه خرجت مني. عرفت وقتها ان مش هينفع اداري، رحت وانا مرعوبه وكنت خايفه لحسن يزعل مني او الناس تلومني والناس تزعل وتحتقرني اكتر واكتر ان انا رحت ولمسته وانا نجسه. فقلت له انا يا رب يسوع انا اللي لمستك، وحكيت له حكايتي. ايوه قلت له انا كان اديك 12 سنه بنزف وبنزف بنزف بنزف 12 سنه. رحت الدكاتره كتير يا رب يسوع وخلصت فلوسي على الدكاتره وبرضه مفيش حاجه نفعت. فانا قلت اني لو لمست هود بثوبك، لاني بشوفك وانت بتعمل معجزات لناس كتير، اتمنيت ان اكون من ضمنهم. وفعلا يا رب يسوع انا لمست بس هود بثوبك، سامحني. راح بصلي كده وقال لي ثقي يا ابنتي، ايمانك قد شفاكي، اذهبي بسلام. انا سمعت الكلام ده والناس كلها قعدت تبص عليا
انتوا فاهمين يعني ايه رب المجد يسوع يوقف كل الناس دي كلها عشان يكلم واحدة نجسة زي نجسة وخاطية زي، علشان انتوا متخيلين رب المجد عمل معايا ايه؟ انا في نظر الناس نجسة والناس بتخاف مني وتخاف تلمسني او اني المس حد، لكن رب المجد وقف كل الموقف ده، وقف الناس كلها اللي حواليه عشان يرد لي قيمتي، وعشان يقول لي انا ايماني شافاني، وعشان يقول للناس ان انا غالية عنده في الوقت اللي هم محتقريني فيه. فعلا ربنا حلو قوي قوي وبيحبنا حتى لو كنا منجسين بخطايا او بعاد عنه. هو رد لي قيمتي قدام الناس كلها وشفاني من النجاسة او من المرض اللي كل الناس كانت بتخاف منه، وخلاني سعيدة وفرحانة. هو ده ربنا يا ولاد، دايما بيدور على الإنسان المحتقر والإنسان الخاطئ والمرذول عشان يقوله انت غالي عندي، وانا شايفك وانا حاسس بيك وانا بحبك. خليكوا دايما يا ولاد واثقين في محبة ربنا وعنايته واهتمامه بينا ورعايته، حتى لو البشر كله، حتى لو الناس كلها احتقرتنا او حسينا بالوحدة او حسينا ان احنا مش محبوبين من الناس. ربنا حنين قوي وبيحبنا. دايما خليكم مع ربنا وصلوا لربنا، هو دايما بيستجيب. شكرا يا اصحابي، اشوفكم الحلقة الجاية. دي كانت قصتي، المرأة نازفة الدم.